واحدة صاحبتي كانت بتحكي لي حاجة صغيرة بس وجعتني شوية. قالت لي كنت عاملة مجهود فظيع اليومين اللي فاتوا وظبطت كل حاجة في الشغل، خلصت اللي الناس ما كانتش قادرة تخلصه، بس للأسف محدش حتى قال لي شكرا. قالت لي كده وهي بتحاول تضحك بس عينيها كان باين فيها الحزن. قالت لي حاسة اني بقيت شفافة، محدش شايفني. والجملة بصراحة فضلت تلف في دماغي لان هي مش لوحدها، كلنا في وقت بنحس فيه بكده، مش لازم في الشغل، ممكن في علاقة، في البيت او حتى مع صحابنا. لما تفضل تدي وتدي ومفيش تقدير بتحس انك بتصغر جوا نفسك شوية بشوية، مش لانك ضعيف بس لانك مش متشاف. التعب اللي بنحس بيه مش دايما بيجي من الجسد، في تعب تاني، تعب بيجي من الإحساس إنك مش متقدر، يعني تعمل كل حاجة صح ومفيش حتى كلمة حلوة أو نظرة تقول أنا شايفك. عقلنا البشري متصمم يعيش على التقدير. العلم بيقول إن لما في حد بيقدرك المخ بيفرز هرمون اسمه الدوبامين، ده المسؤول عن الإحساس بالإنجاز والحماس. لكن لما مجهودك بيتاخد كأنه عادي، الإشارات دي بتبتدي تضعف شوية بشوية، وساعتها بتحس إنك مطفي من جواك. تحاول تقوم، تحاول تشتغل، بس مفيش طاقة، تحس إنك بتعمل اللي عليك بس من غير روح. وده بيحصل في كل حتة، في الشغل، في علاقاتنا، في البيت. لأننا كبشر محتاجين نحس إن وجودنا له قيمة، محتاجين نحس إن في حد شايف اللي احنا بنعمله حتى لو بكلمة بسيطة قوي. اللي محدش بيقوله إن التقدير مش دايما هيجي من اللي حوالينا، وساعتها لازم يبدأ مننا احنا. يعني ما تستناش حد يقولك برافو، قولها انت لنفسك. قبل ما تستنى كلمة أنا مقدرك، بص لنفسك في المراية وقولها. اكتب كل يوم حاجة بسيطة انت عملتها حتى لو محدش تاني شافها. كلمة لطيفة قلتها لحد، موقف تصرفت فيه بوعي، حد ساعدته من غير ما حد تاني يعرف. كل دي حاجات تستحق التقدير. خليك الشخص اللي بيشوف مجهودك، اللي بيعترف بيه، اللي بيطبطب على نفسه بدل ما يجلدها. لانك لو فضلت تدي من غير ما تملى، في يوم هتكتشف انك خلاص خلصت، مش بس جسديا لكن كمان نفسيا. انت مش تعبان من الحياة، انت تعبان من الاحساس انك مش متشاف فيها. خد نفس، وقف للحظة وشوف نفسك بعين التقدير اللي انت كنت مستنيها من غيرك. التقدير على فكرة مش رفاهية، يعني ده صيانة للروح. وأوقات كتير أول خطوة نبدأ بيها إننا لازم نقدر نفسنا قبل ما نستنى ده من أي حد تاني. لو انت أول مرة بتشوفني، أنا دكتور سلمى حامد، معايا دكتوراه في علم الأعصاب وبشتغل ككوتش، بساعد الناس يفهموا نفسهم أكتر ويكتشفوا هم فعلا مين، ويعيشوا حياتهم من غير ما يضيعوا طاقتهم على اللي مش شايف قيمتهم. لو الكلام عجبك ولمس فيك حاجة، تابعني علشان اللي جاي أعمق بكتير. شكرا.